السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكمان ادعوا لإخواتنا في فلسطين ربنا يقويهم وينصرهم نصرا قويا تتعجب له أهل السماء والأرض يا رب العالمين. الفيديو ده بقى بقول لكم ايه، انا ليا اسبوع مهدودة في الشقة عشان اطلع الفيديو ده. يعني الفيديو ده 8 دقايق 10 دقايق اسبوع بعمل فيه والله عشان اطلعه بالشكل ده. يا رب بقى اللي يدخل كده يدعمني بلايك واشتراك بقى وفعلوا زر الجرس. يلا بينا بقى. لا، هد والله هد يعلم بها ربنا. يعني يمكن ما سبتش مكان إلا غيرت الفرش وغسلنا الأرضية والفرش بتاعها. عملنا تعقيم ونظافة كاملة كده. كل سنة وانتم طيبين. حتى الحيطان والله مسكت برضو كده منطقة غسلتها ما كانتش عجباني. حتى الكباس الكهرباء أنا بخاف من الكهرباء أوي، بس على قد ما قدرت غسلتها. حتى الغسالة ما سلمتش من ايدي، غسلتها غسلة يعلم بها ربي. يلا اللي ما عملش قدامكم بتاع 3-4 ايام، اللي ما عملش في شقته يقوم يعمل وينظف ويغسل فرشته. كل سنة وانتم طيبين. النظافة راحة نفسيا، يعني أول ما تيجي تنظفي بيتك بتحس براحة نفسيا كده. أحسن ما انتي قاعدة وسط كركبة، وسط مش نظيف. الجيل ده جيل بناتنا وعيالنا وأخواتنا كساليين شوية، بيبقوا كساليين. لا، ما تنفعش الكسالة، ما تنفعش، لازم تقومي تتنشطي حتى انت تحسي نفسيتك مرتاحة. والله حتى المروحة ما سلمت من ايدي، مسكتها برضو نظفتها. والتكييف مسكته برضو، مسحته نظفته. لا، كل حاجة ما نسيتش حاجة. كل حاجة مشيت عليها. دي قاعدة ابو علي بقى، ابو سلمى بيحب يقعد هنا في الارض، قاعدة ارضي قدام التلفزيون ده. ادخلوا بقى حتى ايه، حتى بصوا كل حاجة. حتى الباب مسكته. يلا بينا بقى ندخل على التلاجة نشوف عملنا ايه في التلاجة. اي حاجة هتقابلني عازم عليكم فيها. اي حاجة بقى تعالوا معزومين عندي. الكرسي ده انا بقعد عليه هنا، بنضف خضاري هنا. والله ما سبت حاجة الا ما غسلتها. حتى الاطباقة دي ماليش لازمة بيها الا اذا لو ذبحت طيور ولا اي حاجة مركونة. مسكتها برضو غسلتها، نزلتها كلها وغسلتها. والتلاجة الايد دي بس مخلوعة. ده شمع كنت عاملاه وخلع، كنت اشوف لها اي حاجة تانية بقى تلزق فيها. غسلتها برضو، مخليتش منطقة فيها الا ما غسلتها. ما شاء الله مدرجة زي الفل. في ورق عنب اهو يا جماعة ملفوف، عازمكم عليه. في هنا كمان بيت بلدي اهو، كل واحد ياخد بداية من المشاهدين. في ليمون، الدرجة دي غسلتها كلها، ما سبتش مكان. الا ما غسلتها والله نظفتها. يلا قومي بقى تشجعي. انت لما تيجي تعملي روتين النظافة في بيتك انت بتبقي نفسيا حتى مرتاحة. هنا برضو، هنا برطمان سكر، برطمان شاي، برطمان نعناع في السكر. هنا فوق الخلاط والكبة، درق مية. شلت كتير، انا شلت كركبة كتير ما كانش ليها لازم اي حاجة، وغسلت كله. والله غسلت كله بضمير، يعني بحب لما اعمل حاجة بعملها بضمير. ماشي، بتقن عملي يعني. هنا كمان اوريكم اهو، هنا ازايز الزيت، ازازة خل، برطمان سمنة،
المفارش دي انا غسلها، بصوا مش عايزه اقول لكم غسلتها. هنا في جردل، في بواقي حاجات بقى مش عارفه ايه. هنا دي كان عندي طقم حلل، بس انا شلت هما 8، شلت 4 وسبت 4، ممكن مش هحتاجهم لان انا عندي غيرهم برضه. بس انا عندي كتير، عندي والله عندي حلل واطباق وحاجات كتير. بقى توزيع حلل، هنا برضه في بقى توزيع أهو صيني، هنا طواجن. عندي حاجات كتير انا مليش لازمه بيها. اي حاجه كركبه عندك في المطبخ ما بتستعمليهاش، عينيها من قدام، عينيها هتبقى احسن، وهتبقى يعني تحس ان مش محتاجه، يعني المكان فاضي وهدي معاكي كده. جبنا الورق ده عملناه على الرخامه، منظره بقى حلو شويه. دي شيالة معالق، والزهرية دي هحطها عشان المنظر، بعد التصوير اشيلها. اشيلها مش محتاجاها. هنا برضو في رخامة غلفناها بورق، دي عياشة بتاعت العيش. دي صواني عادي مركونة عندي، في عيل من عيالي مثلا عايز ياكل بيحط عليها ياكل أكل. هنا شيالة برضو، هنا حاجة الصابون. دي مواعين البيت العادية بقى، اطباق مش عارفة ايه، حاجات كده اللي انا بستعملها على طول دايما. برضو كل ده نزلته وغسلته. هنا عملت ستارة للشباك بتاعي على الشارع، جبت ستارة وعملتها كده، قلت تحميني من التراب لان انا على الشارع. مش عارفة انتوا شايفين ولا لا، على الشارع العمومي، فما بالكم بقى التراب جايني من حيث لا تدري. المطبخ ده مهما اعمل فيه تلاقي التراب فيه، يعني والله خد مني مجهود بسبب التراب والزيوت ببقى واقفة. الصورة مغلوشة مش عارفة ليه. ما علينا، أنا ببقى واقفة هنا قدام المطبخ وعيني على الشارع. استنوا كده عشان احنا في المغرب، أنا بصور لكم في أذان المغرب. بس الجو جميل وروايح الصيف هلت، كل سنة وانتم طيبين. ببقى واقفة كده في شباك المطبخ، والله العظيم ببقى بتعجب مخلوقات ربنا، وشوارع وسما وأرض وناس وعالم تاني، عالم رايح وعالم جاي، يبقى منظر جميل. أهم حاجة البوتاجاز، البوتاجاز ده كان هيترمي، والله البوتاجاز ده كان هيترمي وصلحته بقى. قلت لا لازم أصلحه، رحت أشتري بوتاجاز، لقيت البوتاجازات غالية، قلت لا أنا أصلحه كده يعني. ركبنا ورق وغلفناه ونضفناه، ما شاء الله عليه. بصوا الظرف اللي هنا كمان. هنا برضو عندي حلل بستعملها، مبشرة بتاعتي، حاجتي اللبانة. هنا الكتل برضو. المفارش دي عندي كانت قديمة من السنة اللي فاتت، لقيتها حلوة يعني شغالة وشديدة، فأنا غسلتها. بصوا المطبخ، والله العظيم أنا ليا أسبوع بعمل في الفيديو ده يا جماعة. هنا بلاستيكات، هنا المصافي بلاستيكات، حاجات كده. يا رب تكونوا خدتوا طاقة إيجابية كده. في إيه؟ تقومي كده طاقة إيجابية، بدل ما أنت قاعدة ومكسلة وماسكة التليفون، تدخلي على هنا زي أنا برضو، أنا بحكي لكم على نفسي. فقومي كده وشجعي. هنا كمان عملنا ستارة تحت الحوض، عملنا هنا ستارة تحت الحوض، في أزايز، في أزايز كلور صابون. أنا برضو قطعها متعلقة. يا رب يكون الفيديو عجبكم.
بصوا انا غاسله كل حاجه، وجبت ماده والله للغسيل بتاع ايدي. ايدي بصوا، من كتر الغسيل، من كتر الغسيل ايدي شاطت كده، والله العظيم من كتر الغسيل ايدي آه، باظت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، خدتوا طاقة إيجابية كده. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.